وهنا كان كلام سكرتير السفارة الأمريكية لحسن البنا واضح ومباشر. قال له انتوا بتكرهوا الشيوعية واحنا بنحارب الشيوعية، ما تيجي نتعاون، انتوا برجالكم واحنا بفلوسنا. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. في صيف عام 1947 فوجئ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين بطلب من سكرتير السفارة الأمريكية فيليب إيرلينج بلقاء في أقرب وقت. المهم إن حسن البنا اندهش جدا من الطلب وقال إن أنا عندي استعداد أقابل سكرتير السفارة الأمريكية، بس يا ريت ما يكونش في مقر مكتب الإرشاد. ليه؟ لأن الناس ممكن تفسر الموضوع ده غلط. وقال للمندوب اللي بيحدد اللقاء إن البوليس السياسي مراقبني وما ينفعش إن أنا أقابل شخص أجنبي داخل مكتب الإخوان. وفي الليلة الموعودة راح حسن البنا لمنزل سكرتير السفارة الأمريكية فيليب إيرلاند في الزمالك. كان هما 3 أشخاص: حسن البنا والدكتور محمود عساف ومترجم. المترجم راح عشان يترجم من الإنجليزية إلى العربية. ولما دخلوا إلى منزل سكرتير السفارة الأمريكية في الزمالك وجدوا في انتظارهم فيليب إيرلاند بنفسه. وبعد ما جلس معاهم لقى فيليب إيرلاند بيكلم حسن البنا باللغة العربية. هنا حسن البنا أمر المترجم إنه يخرج من المكان. وهنا كان كلام سكرتير السفارة الأمريكية لحسن البنا واضح ومباشر. قال له انتوا بتكرهوا الشيوعية واحنا بنحارب الشيوعية، ما تيجي نتعاون، انتوا برجالكم واحنا بفلوسنا. وثيقة من الوثائق المهمة جدا أنا عثرت عليها بتثبت وجود علاقة سرية بين جماعة الإخوان ومرشدها حسن البنا والسفارة البريطانية. وده ما كانش اللقاء الأول بين الإخوان وبين الأمريكان وبس، ولا بين أجهزة المخابرات العالمية وبين حسن البنا. في انفراد حققته بالكشف عن وثيقة تشير إلى وجود اتصالات مباشرة بين شعب الإخوان المسلمين بالمحافظات والسفارة البريطانية بالقاهرة عام 1948، وإن الشعب دي كانت بتتحرك بأوامر مباشرة من السفارة. الوثيقة كانت من ملفات البوليس السياسي المصري وصادرة بتاريخ 28 فبراير عام 1948، وبتمثل عرض لتقرير سري أعده قسم الدعاية الشيوعية التابع للمفوضية الروسية التي كانت تعمل في مصر. نص الوثيقة التاريخية بيقول إن قسم الدعاية الشيوعية قدم إلى المفوضية الروسية التقرير التالي، وفيه عدة نقاط. النقطة الأولى بتقول إن الخلايا الشيوعية في القطر المصري تراقب حاليا نشاط الإخوان المسلمين بدقة، وقد ثبت من التقارير التي قدمتها بعض الخلايا للمسؤولين أن شعب الإخوان بدأت تتسلح بطريقة داخلية بحتة تحت أنظار رجال الإدارة، وأن أسلحة كثيرة يحتفظ بها أفراد هذه الشعب تحت أيديهم. إن الخلايا الشيوعية في القطر المصري بتراقب حاليا نشاط الإخوان المسلمين بدقة، وثبت من التقارير اللي قدمتها بعض الخلايا للمسؤولين إن شعب الإخوان بدأت تتسلح بطريقة داخلية بحتة تحت أنظار رجال الإدارة،
وإن أسلحة كتيرة بيحتفظ بها أفراد هذه الشعب تحت أيديهم، منتظرين الفرصة المناسبة للقيام ضد العناصر الأخرى بتحركات غير طبيعية. في الوثيقة دي أوضح أغلب المسؤولين أن هناك اتصالات بين الإخوان ونواب مكتب الإرشاد المنتدبين لبعض المناطق الإخوانية، وإن هذه الاتصالات تمت تنفيذا لتعليمات مندوب السفارة البريطانية، وذلك لإحداث نوع من الشغب الداخلي بين أفراد الأمة وتهيئة الجو لقبول بعض المبادئ الثورية الشاذة ضد النظام الحاضر، والمقصود به نظام الملك فاروق، وعدم تمكين العناصر الشيوعية من التغلغل في الوصول إلى نتائج تساعدهم على هذا النجاح. الخطير في هذه الوثيقة إن ثبت لقسم الدعاية الشيوعية أن هناك دراسات يقوم بها بعض أفراد من الإخوان المسلمين في مناطق مختلفة تتعلق بموضوعات تمس الأمن العام المصري، وذلك بأنهم يكتبون تقارير ويدونون في سجلاتهم ما يساعدهم على تفهم مدى قوة الأمن المصري من حيث العدد والأسلحة في كل مركز من مراكز القطر، وأن حسن البنا عقد في اليوم التالي للانفجار الذي حدث في إحدى دورهم، ويقصد به الانفجار الذي تعرضت له جماعة الإخوان خلال عام 1948. هنا عقد حسن البنا اجتماعا حضروا أعضاء مكتب الإرشاد وأشخاص آخرون من مناطق القاهرة المختلفة، وفي الاجتماع ده فهمهم حسن البنا إن الشيوعيين بدأوا يتعقبوا خطواتهم، وإنه نظم بطريقة سرية عدد من الإجراءات اللي من خلالها يمكن التخلص من العناصر الشيوعية عن طريق البوليس السياسي بالمحافظة، وذلك بالتمهيد لهذه المقاومة وتقديم جميع البيانات عن هذا النشاط. إنما أخطر ما يلفت النظر في هذه الوثيقة إن هناك عدة جهات داخلية وخارجية كانت ترصد تحركات الأحزاب والجماعات في مصر قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، وهو ما يعني تعاظم النشاط المخابراتي في تلك الحقبة، ومحاولة عدة أجهزة التقرب من العناصر القيادية المتحكمة في الشارع المصري. إنما المعلومتين الأكثر خطورة في الوثيقة دي هم المعلومة الثالثة اللي بتشير إلى وجود أعداد من جماعة الإخوان بتقوم بإعداد تقارير عن حالة الأمن المصري ومدى قوة الأمن العام من حيث العدد والأسلحة في كل مركز من مراكز القطر. ولكن بتبقى المعلومة الرابعة في الوثيقة، وهي المعلومة الأخيرة، هي الأكثر توهجاً، فهي بتشير إلى وجود علاقة مباشرة بين المرشد العام لجماعة الإخوان حسن البنا والبوليس السياسي، وإن البنا اتفق بطريقة سرية على التخلص من الشيوعيين اللي بيشكلون خطراً على الجماعة، وإن هناك خطابات متبادلة بين المرشد العام للإخوان ومدير البوليس السياسي محمد إمام إبراهيم بيك. إنما بعد كل السنين دي بنسأل هل الإخوان ليهم علاقة بالغرب؟ أقدر أقول لكم إن الإخوان ليهم علاقة بكل أجهزة المخابرات الغربية. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.